انت تعرف ان 90% من الناس الفريش بيتكشفوا من اول سطر كود دخلت الشركة وبتكتب الكود والكود بتاعك شغال 100%، واول ما السينيور بتاعك يجي يعمل ريفيو يبص لك كده ويقول لك مين اللي سمى الفاريبل ده بالمنظر ده، فانت طبعا تستغرب ان هو مركز في اسم الفاريبل، لكن تكتشف ان في البروجرامينج النيمنج كونفنشن هي واحدة من اهم مهارات الديفلوبر. ايه هو بقى النيمنج كونفنشن؟ هما طريقتين للتعبير عن أسامي المتغيرات بتاعتي في السيستم، يا إما الباسكال كيز يا إما الكامل كيز. الباسكال أول حرف من كل مقطع بيبقى كابيتال، أما الكامل كيز هو أول حرف بيبقى سمول وتاني كل حرف من أول مقطع هو اللي بيبقى كابيتال. وبقى متعارف عليه إن إحنا بنستخدم الباسكال لو إحنا عايزين نسمي أسامي الكلاسز والبروبرتيز والميثودز بتاعتي، واروح استخدم الكامل كيز لو انا هتعامل مع البرايفت فيلدز او ان انا هتعامل مع البارامتر بتاعت الميثود او اي لوكال فاريبل عندي. خلي بالك النيم كونفنشن مهاره من مهارات الكلين كود والبيست براكتس لاي ديفلوبر لازم يتمرن عليها.